بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. معاكم ايمان علي من كوكينج ايمان علي. معانا النهاردة وصفة بسيطة وعلى قد الايد، وغدا سهل او فكرة يعني سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. هنعمل النهاردة ايه؟ السردينة. بصوا هنبدأ ننضفها. تمام. ادي السردينة انضفها، هكمل الكمية بقى وارجع لكم. انا قلت اوريكم ازاي بطريقة سهلة. هنا بقى هنسمي الله ونغسل السردينة بتاعتنا. ما تخافوش، انا لما بقى اغسلها كده بايدي الاتنين ما تخافوش لانها طازة مش هيجرى فيها اي حاجة. هنسمي الله بقى كده ونغسلها ونصفيها ونكب المية اللي غمقت مننا دي، ونبدأ نحط مية غيرها. تمام، اديها هنحط بقى رشة ملح حلوة كده، حبة ملح حلوين، ونفتح المية تاني ونغسل السردينة بطريقة جميلة وسهلة. هنعمل لها بقى كده كام مرة نفس الطريقة، غسيل السردين بطريقة سهلة وجميلة وما تخافوش. السردينة بصوا ميتها غمقت ازاي. نبدأ نكب بقى المية الغامقة دي، نبدأ بقى نحط تاني وهكذا نفضل عاملين كده لحد ما المية بتاعتنا لونها يبقى فاتح. بسم الله. بصوا هنا نبدأ تاني هنصفي المية دي. بسم الله. هي كل مرة المية بتاعتها بتفتح مع الغسيل، بتبقى بصوا هنا بقى المية لونها فتح وبقت سهلة. بصوا جميلة ازاي. هنا بقى هنبدأ نصفيها ونحطها في المصفى بتاعتنا كده، خلصناها. يلا بقى نسمي الله ونحطها في المصفى. بصوا السردينة بتلمع وجميلة وحاجة كده شكلها يفتح النفس. يلا كده نسمي الله بقى ونجهز التتبيلة بتاعتها. بصوا شايفين؟ ما تخافوش، ما تهرتش خالص عشان السردينه ايه؟ فريش. بصوا زي ما هي الواحده بوحدتها وشكلها نضيف وبيلمع. هنبدا بقى نفضيها في الطبق بتاعنا. تمام. بسم الله. ومعانا التتبيله بتاعتنا الحلوه قوي بتاعت السردينه. هنقوله ايه؟ هنحط لها التتبيله بتاعتنا وهي هريسه الشطه وتوم وكمون وليمون. طبعا احنا عارفين ان الاسماك كلها عموما بتحب ايه؟ توم كمون وليمون. هو اي تتبيله سمك بتحب كده. احنا تبلناها كده بصوا جميله اهي وما فيهاش اي حاجه. هنبدا بقى نعصر السم الله كده. بصوا نعصر الليمونه. تمام، نعصر باقي الليمونه كده. خلاص عصرنا الليمون بتاعنا، نقلبها حلو جدا ونبدا نشيلها بقى في التلاجة ونجهز نفسنا بعد شويه. بصوا كده بقى هنا بعد ما حطيناها في التلاجة شويه جهزنا نفسنا وحطينا الطاسه بتاعتنا على النار. بسم الله. وحطينا الزيت بقى، نسيب الزيت يسخن كده ونجهز بقى ندخل نروح بقى نجهز السردينة بالدقيق. نحط الدقيق بقى كده، السردينة في الدقيق كده. بسم الله. نبدأ نخلص الكمية بتاعتنا كلها. بسم الله. واحدة واحدة كده. بسم الله. شايفين كده حاجة كده سهلة. بصوا جميل. ممكن تحطي للدقيق ده شوية نشا أو معلقة نشا لو تحبي. هنا بقى الزيت كان سخن. بصوا حطيناها واحدة واحدة. بصوا بقى بسرعة كده على النار الهادية أو الوسط. كانت يدوب نار متوسطة بدأت السردينة تستوي وتاخد اللون الذهبي الجميل. نبدأ بقى نقلب كده، واللي استوت نطلعها واللي خدت اللون الحلو اللي احنا بنحبه نطلعها زي ما انتوا شايفين. بسم الله. هنخلص الكمية بنفس الطريقة. حاجة سهلة واقتصادية وجميلة ومفيدة جدا. طبعا كله يعرف ان السردين كله كالسيوم وحلو جدا للعظم زي ما بيقولوا. دلوقتي بقى واحنا بنحمر السردين كده وبنقليه، اتمنى منكم تعملوا لي اشتراك ولايك وكومنت حلو منكم ودعوة كمان، فضلا وليس امرا. بصوا شايفين الجمال. ادي السردينة بتاعتنا واحدة واحدة. هنخلص الكمية بنفس الطريقة. حاجة جميلة جميلة جميلة، وريحتها بصراحة مع التتبيلة بتاعتها كانت جميلة جدا. هنا خلصنا الكمية بتاعتنا بكل بسهولة وما فيهاش اي حاجة. والوجبة دي كانت اقتصادية جدا وسهلة جدا وكمان مفيدة جدا. يعني بروتين وكالسيوم كل حاجة فيها فوائد كتير جدا. بصوا بقى شكلها هنا بقى بعد ما استوت. بصوا حاجة كده بسيطة وجميلة. بصوا ما شاء الله. يا رب كده تعجبكم ويا ربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال ويبدلنا خيرا منها. اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله.